ايد واحدة، هدف واحد، صحبة صالحة عشانك يا رب. ايد واحدة، هدف واحد، صحبة صالحة عشانك يا رب. ايد واحدة، هدف واحد، صحبة صالحة عشانك يا رب. ايد واحدة، هدف واحد، صحبة صالحة عشانك يا رب. النهارده اول واكبر مسيره لينا عاملينها عشان احياء ثقافه التطوع. ثقافه التطوع الشيء النادر اللي عندنا هنا في مصر. اكتر من 80 شخص واقفين على الكوبري كلهم ليهم هدف توحيد الشعب، والشعارات بتاعتنا فكره المتطوع نفسها، انا متطوع انا انسان، اهتمامهم بالفكره واخلاصهم وهم صايمين ونازلين بينشروا الثقافه نفسها للمجتمع، اذا كان اللي يعرفونا واللي ما يعرفوناش. الشباب مؤمنه قوي بالفكره، جايين النهارده نازل معاهم عشان اشجعهم واحمسهم. الناس كلها برغم ان هم كلهم صايمين استقبال الناس ليهم وعلى طول الاستفسارات الجميله وردهم والابتسامه اذا كانوا موافقين او معارضين، بس الناس كلها ما شاء الله مبسوطه. المتطوعين بتوعنا ما كناش متخيلين ان عدد زي ده يجي معانا، بس ربنا يكرم. والتطوع شيء جميل قوي في مصر، حلمنا ان احنا ننشره في مصر كلها ويمكن في الوطن العربي. فبفضل الله ان شاء الله دي بدايه، والخطوه اللي جايه هتبقى اكبر من كده باذن الله. شكرا. السلام عليكم، معاكم بسام عصام من متطوع في جمعيه رساله بقالي 4 سنين. اول ما دخلت الجمعيه كان لمجرد ان انا رايح اعمل مع اصحابي او اتفسح او اخرج يوم عادي. بدات اشوف الناس هناك شغاله بجد، تعبنا جدا. في الاول يوم طلعت فيه قافله مع رساله، تعبت جدا، ما كنتش فاهم الناس دي بتتعب كده ليه، الناس دي طحنه نفسها في هنا ليه، الناس دي بتركب اسقف ليه، الناس في عز صيام، الناس في عز تعب، الناس متبهدله اخر بهدله. بدات الفكره تدخل في دماغي، طب ليه يعني متطوعين ليه؟ طبعا كل دوت الناس نازله عشان لله، الناس نازله عشان خاطر مصر، الناس عملت ثوره، الناس دي نازله تكمل. احنا النهارده نزلنا عشان نقول لكل المصريين، لكل شباب مصر اللي قاعد على القهاوي، لكل الشباب اللي قاعد في البلاي ستيشن طول النهار وطول الليل، ان احنا لازم نعمل حاجه للبلد دي. الناس ماتت والناس شهداء، وامبارح لسه الناس جنود ميته على البتاع ندعي لهم، والنهارده احنا لازم نجيب لهم حقهم بان احنا نعمر في البلد ديت. لازم كلنا نتطوع، لازم كلنا نعمل خير. رساله بتديك فرصه ان انت تعمل خير قدام ربنا، بتديك فرصه ان انت تبني بلدك. شكرا. انا حلمي النهارده ان انا اروح التطوع في كل شاب مصري وامحي الفقر من كل قريه مصريه. واكيد لينا هدف واحد وعشان حاجه واحده، عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. النهارده نزلنا كلنا لينا حلم واحد وهنحققه باذن الله. رسالة ايه؟ رسالة ايه؟ رسالة ايه؟ رسالة قوافل داخلية، رسالة قوافل داخلية، وفي كل مكان نزلنا نبني بيوت للمساكين، نبني طوبة فوقها طوبة، نبني جدار للمحتاجين. سيبنا بيوتنا هناك وجينا، أصلنا هنا متطوعين. كل أملنا في الحياة لكل يوم ضوء النجاة، وكل جيل من بعد جيل ولطريقهم رسمنا. يا فقر يا ابن الحرام، بعت حق فقير بكام؟ ومهما هتدور الايام في موتك تحقيق الاحلام. يا فقر يا ابن الحرام، بعت حق فقير بكام؟ ومهما هتدور الايام في موتك تحقيق الاحلام. شوف قوافل داخليه دي معروفه من سنين، ورسالة هي حياتنا ومش هنسيبها ليوم الدين. وعشان خاطر اللي خلقنا واحنا في رضا طمعانين.
حرام، بعت حق فقير بكام، ومهما هتدور الايام في موتك تحقيق الاحلام. انا متطوع انا انسان، انا في رسالة ليا كيان، انا متطوع انا انسان، انا في رسالة